في حارة شعبية قديمة في اسكندرية كانت ندى بنت عندها 30 سنة، مطلقة، عايشة مع أمها وطفلين صغيرين في شقة إيجار قديم. الشقة كانت بعيدة عن شغلها والمشاوير بقت متعبة خصوصا مع العيال. لما لقت شقة تانية قريبة من الشغل وبسعر قليل جدا فرحت. الملك قال إن صاحبها مسافر وعايز يأجر بسرعة. السعر كان أقل من أي شقة في المنطقة، وده خلاهم يوافقوا فورا. أمها استغربت وسألت: ليه رخيصة كده؟ الراجل ضحك وقال: أصل اللي كانوا فيها نقلوا بسرعة ومحدش كمل، ظروف بس. نقلوا العفش وسكنوا. أول يوم كان عادي. تاني يوم بالليل الطفل الصغير صحي الساعة 3 الفجر، بيبص ناحية المطبخ ويضحك. ندى افتكرته بيهزر، سألته: بتضحك لمين؟ قال: للراجل اللي واقف عند التلاجة. المطبخ كان فاضي. تالت ليلة أمها كانت بتصلي الفجر، سمعت حد بيجري في الطرقة، افتكرت العيال. خرجت لقتهم نايمين، لكن صوت الجري فضل فوق السقف وبعدين تحت السرير. بعدها بيوم الدولاب في أوضة الأطفال فتح لوحده. هدوم العيال كلها وقعت على الأرض، وبين الهدوم صورة قديمة لطفلة مش من العيلة. ورا الصورة مكتوب بخط مهزوز: سيبوا الأوضة دي. ندى خافت بس قالت: يمكن المقيمين القدام. في نفس الليلة وهي بتحط ابنها ينام، الطفل بص تحت السرير وسكت، وبعدين قال: ماما، الراجل بيقولك نامي وهو هيصحيكي بعد شوية. ندى سحبت ابنها وطلعت تجري. الساعة 3:15. نور الصالة فصل لوحده، باب الحمام اتقفل بعنف، والحنفية اتفتحت لوحدها. أمها قربت من الحمام وسمعت صوت ست بتعيط من جوه. قالت: مين؟ الصوت رد بنفس صوت ندى: أنا جوه يا ماما، افتحي. أمها بصت ناحية الصالة. ندى كانت واقفة قدامها ماسكة العيال. رجعوا يبصوا للحمام. الصوت بقى ضحك. في اليوم اللي بعده ندى سألت الجيران. الست اللي تحتهم وشها أصفر وقالت: انتوا خدتوا شقة الدور التالت؟ دي كل اللي سكنها مشي. واحدة قبلك كانت قاعدة مع بنتها. البنت كانت كل يوم تقول: في راجل طويل واقف في المطبخ. وبعد أسبوع اختفت البنت من الأوضة ولقوها مقفولة من جوه. ندى قررت تمشي، لكن قبل النقل بيوم وهي نايمة صحت على ابنها واقف عند باب الأوضة وبيبص للصالة. سألته: واقف ليه؟ قال وهو مرعوب: الراجل قال لنا ما نمشيش، الشقة بتاعته. في اللحظة دي باب أوضة الأطفال اتفتح ببطء والنور قطع، وفي الضلمة ظهر راجل طويل جدا، جسمه اسود، رأسه منحني، واقف في آخر الطرقة. كان أطول من الباب نفسه. الأطفال صرخوا. أمها وقعت على الأرض. ندى خدت العيال وجريت على الباب. المفتاح كان في الباب، لكنه بيتلف لوحده بالعكس، كأن حد ماسكه من الناحية التانية. فضلت تصرخ لحد الجيران كسروا الباب. خرجوا كلهم. رجعوا الصبح يجيبوا حاجتهم. الشقة كانت فاضية، كل العفش موجود إلا سرير الطفل الصغير، مكانه على الأرض بس، وعليه نفس الصورة القديمة. المرة دي الصورة فيها 4 أشخاص: طفلة صغيرة وست كبيرة وندى وابنها الصغير. وابنها كان واقف في الصورة وبيبص ورا الكاميرا. من يومها الشقة اتقفلت، والناس في العمارة لحد دلوقتي كل ليلة الساعة 3 بيسمعوا طفل بيضحك في البلكونة. صل على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا خايفة قوي.